ولذلك الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر ده رحم الناس من الناس. واحد مثلا طلب منك شيئا، مسألة تقضيها له وبعدين ما قضتهاش انت، عشان ما يزعلش منك ويتحمل ومش عارف ايه، يقول لك ربنا لما يريد. الله، يبقى كده قدر الله رحم مين؟ رحم الناس من الناس، لسه ما جاش معانا. ولذلك احنا قلنا لما واحد يروح يتوسط لواحد في عمل ثم يقضيه، المؤمن يقول ايه؟ هو انقضى معي لا بيه. الله ما شاء الله شاء الله ان يقضيه فاكرمني بان رحت اتكلم وقت ما المشيئه جت. ولذلك حتى الطبيب المؤمن الكويس يقول جاء الشفاء ايه؟ عندي لا بي. ساعة ما مديت ايدي وكتبت دواء الشفاء جاء ايه؟ جاء عندي مش بي انا. يبقى اذا قدر الله بيعمل ايه؟ بيرحم الناس من ألسنة الناس. ربنا لسه ما أردش. ولذلك لما واحد يقول له انا قلت لك كذا وعملت كذا ويتحدى عليه، يقول له يا اخي ربنا لسه ما أردش. ولا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. ما تظلمش الناس. يبقى لما ما دام ما تظلمش الناس يبقى انت لا تشيل من واحد انه ما اعتناش بيك ولا انه ما قضالهاكش ولا حاجه، لسه ما انقضتش. ليه؟ لان في قدر. كلمه قدر الله دي عملت ايه دلوقتي؟ عملت رحمه في الناس كلهم لو فهمناها. ولذلك تعمل رحمه ايضا في ايه؟ في انك انت مجد وعملك واضح والناس بتشهد لك، وبعدين تلاقي واحد له عمله واضح ولا اي حاجه، بل بالعكس لعبي، وبعدين خد منك الدرجه ولا لهف منك المنصب، مش كده؟ تقوم انت الاحمق يزعل والعاقل ما يزعلش، يقول انا مش بحترمه لانه خد، انا بحترم قدر الله فيه. هي المساله مش ميكانيكا في الكون، مش ميكانيكا يرفع ده يرفعه يحط ده يرفعه، والا لو ان المسائل زي ما انت عايز كده ميكانيكا يبقى زي الفلاسفه ما قالوا ده القضايا الكونيه دي ربنا سايبها للناس كده. نقول له لا، ما سابهاش، ده هو مش عملها ميكانيكا، بدليل ان هو يخلف الاشياء. يبقى القضيه العامه لها جمهور كبير، لكن يسيب للقضيه الخاصه اللي تبطل الميكانيكيه منفذ. ازاي مثلا؟ يخلق ما يشاء، مش كده؟ يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء ايه؟ من يشاء عقيما. ساعة ما قال كده ما فيش واحد يقول ده الست ما خلفتش ولا هو ما بينجبش. ده مرادات عليا، مرادات عليا. ولو انه احترم قدر الله في العقل لجعل الله كل من يراه من الاولاد اولاده. يبقى المساله مش ميكانيكا بقى. يهب لمن يشاء اناثا، يهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء ايه؟ عقيما.